بتبدأ حكايتنا مع سيد رهبة وهو نازل من عربيته في وسط رجالة كتير ماسكة سلاح، وبيسألهم معاكم ولاعة، ولكن بيضربوا عليه نار، وبينجح في إنه يتفادى كل الضرب. ولكن وسط الضرب بتيجي طلقة في العربية بتاعته، وبيكون مصدوم جدا، والرجالة كمان بيكونوا خايفين بعد اللي حصل. وبيضرب عليهم سيد رهبة النار وبينجح في إنه يصيبهم كلهم. بعد كده بيفجر المكان، وبنعرف إن ليه دايما قوانين، وأول قانون بيكون لسيد رهبة: اوعى تزعله. بعدها بيتحرك وبيكون قاعد مع عم جمعة، وبيكلموا سيد رهبة عن حياته وقد ايه الدنيا بقت صعبة. وعم جمعة بيكون حارس لدار أيتام لسه بتتبني، وبيكون رجالة سيد عشري وكلبش نازلين وهم بيسرقوا الحديد والأسمنت. وبنعرف إن سيد دايما بيسرق الحديد والأسمنت من دار الأيتام والتبرعات. وبيعرفوا عم جمعة إن الناس بقالهم 5 سنين بتتبرع وعايزين يشوفوا دار الأيتام مبنية، ولكن بيكون بدون فايدة، لأن قانون سيد رهبة رقم 2 لا تناقش ولا تجادل المعلم سيد في أي حاجة. في نفس الوقت بنشوف المعلم حوت أكبر تاجر مخدرات، وبيكون سهران في كباريه، وبيدخل عليه 2 من رجالته وهم مضروبين، وبيسأل عن اللي حصل لهم، وبيعرفوه إنهم نزلوا يبيعوا في منطقة سيد رهبة. وبنعرف قانون المعلم سيد رهبة رقم 3: محدش يبيع في منطقة المعلم تاني. تاني يوم بنشوف شيرين أخت سيد وهي داخلة تصحيه، ولكن بيجري عليها وكان هيقتلها، ولكنها بتعرفه إن هي شيرين أخته. وبيعرفها القانون رقم 4: اوعى تصحي سيد رهبة وهو نايم. في نفس الوقت بنشوف باهر مدير قناة إخبارية مع الصحفية رانيا بتنده عليه، ولكن بيخاف وبيترمي في الأرض. وبعد ما بيقوم بتعرفه إنها الصحفية رانيا، وقدمت قبل كده عنده واترفضت. وبيعرفها إنهم قناة مش محترمة ومش بيشتغل غير القريبين بس. وبيدخل على سمية وبيسألها مين الناس المتبهدلة دول، وبتعرفه إن دول اللي كانوا هيعملوا تقرير على الرهبة، ولكنهم اتضربوا واتخذ منهم الكاميرات. في نفس الوقت بنشوف سيد واخت شيرين وهو بيكلمها عن قد ايه نفسه اي حد يتقدم لها عشان يخلص منها، ولكنها بتعرفه ان محدش بيجي علشان الناس بتخاف منه. ولكن بيرد عليها انه مشغلها مغنية في اكبر عوامة، بس هي اللي محدش بيبص في خلقتها. وبتجري على امها وبتعرفها كلام سيد، وبيدخل سيد وبيلاحظ وجود الكمبيوتر، ولما بيسأل امه بتعرفه انها بتقدم على حج، ولكنها بتكون بتكلم حد على الكمبيوتر. وبنشوف عصفورة بيلعب مع أصحابه، ولما بيعرفهم إنه كسب بيرفضوا ده، ولكن بيعرفهم قد إيه بيحب سيد وسيد بيحبه، فبيخافوا منه. وبيلاحظ سيد وجود عصفورة، ولما كانوا ماشيين في راجل أبو تامر وهو بيتخانق معاه صاحب الكافيه، وبيتدخل سيد وبيعرف إنه بيقعد طول اليوم على الجهاز ومش بيدفع فلوس. ولما بيسأله بتعمل إيه بيقول له بقدم على ورق حج، فبيقرر إنه يسيبه يقعد براحته وياخد الحساب من حمدي الحلاق. ويعرف صاحب الكافيه إنه سيد رهبة اللي أمر بكده. ونعرف إن أبو تامر هو اللي كان بيكلم أم سيد وبيحبها، وبيطلب منها إنها تفتح الكاميرا علشان يشوفها، ولكنها بترفض بحجة إنها مش لابسة طرحة. في نفس الوقت بنشوف باهر بيكون مجمع الموظفين وبيعرفهم إن لازم يعملوا تقارير عن سيد رهبة، ولكن بيكون الموظفين خايفين من اللي بيحصل كل مرة. وبتتقدم رانيا وبتقرر تستغل الموقف وتعمل التقرير عن سيد رهبة، وبيعرفها باهر إنها لو نجحت في ده هيعتبرها بنت أخته وهيعينها مذيعة في القناة. وبيعرفها إنها تاخد العربية وسناء وتروح تعمل التقرير. وبنكتشف إن سناء ده راجل مش واحدة ست. وبنروح بالليل لشيرين أخت سيد وهي بتغني في العوامة، وكل الناس بتكون متضايقة جدا من صوتها لأنها مش بتعرف تغني، وبيطلبوا مشروب مش محتاجينه خوفا من المعلم سيد رهبة. وفي نفس الوقت بنشوف سيد وهو قاعد مع كلبش وعشري، وبنلاحظ وجود حد مربوط في ايهم. ولما بيسألوا المعلم سيد بيعرفهم ان ده حماصة بياع الايس كريم، جابوا كانوا وربطوا علشان يشترى منه 3 ايس كريم وكانوا كسبانين ومرضيش يقول له. وبيوصل عصفورة وبيعرف المعلم سيد ان الحوت ضرب رجالته ومستنيه يتخانق معاه. وبتوصل رانيا وسناء المصور لورا مصنع الكراسي، وبتلاحظ وجود المعلم حوت وهو منتظر سيد رهبة. وبيوصل سيد مع رجالته وبتبدأ الخناقة ما بين رجالة الحوت وسيد رهبة. بينجح سيد في قطع ايد المعلم الحوت، وبتهرب رجالة المعلم الحوت. ووسط ما بيكونوا مبسوطين رجالة سيد رهبة بيجي المعلم حوت بيخلع الجزمة وبيرميها على المعلم سيد، فبتخبطه في وشه فبيغم عليه. وبيوصل عصفورة في الوقت ده للعوامة وبيعرف الكل ان المعلم سيد اتضرب، وبيهرب كل اللي كان قاعد في العوامة لانهم بيكونوا موجودين خوفا من المعلم سيد. وبيروح لعشري وكلبش وهم شايلين المعلم سيد عشان يوصلوه البيت، ولكن بيلاحظوا وجود رانيا الصحفية، فبيجري عليها عشري وكلبش عشان ما تهربش بالصور. وبنروح لبيت المعلم سيد، ولما بتسأله أمه إيه اللي حصل بيعرفها عشري إنه اتضرب بالجزمة، فبتضربه بالقلم. وكل لما حد يجي يسأل إيه اللي حصل للمعلم سيد بتضربه بالقلم، فبيعرفوا كلبش إنه ما ينفعش يقول إن المعلم سيد اتضرب. وبتزعق الدكتورة بتقول لهم إنهم يسكتوا علشان تعرف تشتغل. وفي نفس الوقت بيصحى بركات المحامي على دوشة،
وبيعرف منهم إن المعلم سيد رهبة اتضرب، فبيكون المعلم سيد ابن أخته، وبيوصل لبيت سيد وبيسأل إيه اللي حصل، فبترد عليه شيرين إنه كان في خناقة ورجع، فبيعرفهم إن الناس اللي بره لو عرفت اللي حصل مش هيسيبوهم، وبيقرر خاله إنه يخرج ويعرف الناس إن المعلم سيد بخير وكويس. في نفس الوقت بيكون الدكتور عند المعلم الحوت بيعالج إيده اللي اتقطعت وبيركب له مكانها إيد بخطاف، وبنشوف رانيا والمصور سناء وهم متكتفين، وبنعرف إن عاشر وكلبش نجحوا في إنهم يمسكوهم. تاني يوم الصبح بيصحى المعلم سيد رهبة وبيشوف أخته شيرين، فبيغطيها وبيكون متغير جدا، وبنروح لعاشر وكلبش وهم بيفكروا ممكن يحصل إيه معاهم لو سيد ما بقاش كويس، وبيكونوا عارفين إن لو حصل حاجة أهل المنطقة مش هيسيبوهم في حالهم. وبنروح لشيرين وأمها واللي بيكونوا مصدومين جدا من سيد بعد ما حلق شنبه، وبيسألوه ماله، فبيعرفهم إنه كويس وعايز يروح يزور خالته، ولكن بتعرفه أمه إنه كان قاطع رجل جوز خالته السنة اللي فاتت. وبتطلع شيرين تنده على كلبش وعشري وبتعرفهم إن المعلم سيد فاق، فبيطلعوا يجروا وبيكونوا مصدومين جدا لما بيشوفوا المعلم سيد بيصلي ومش عارفين إيه اللي حصل له. وبياخدوا عشري وكلبش للمخزن وبيعرفوه إنهم مسكوا الصحفية والمصور بتاعها ورابطينهم هناك، ولكن المعلم سيد بيعرفهم إن ما ينفعش يعملوا كده ولازم يفكوهم، ولكن عشري بيعرفوا إن دي أوامره بإن أي حد يجي يصور يعملوا فيه كده، وفعلا بيفكهم المعلم سيد وبيعرفهم إن دي ناس بتشوف شغلها وما كانش لازم يعمل معهم كده. وبنروح للمعلم حوت اللي كان باعت حد من رجالته وراقب المعلم سيد، وبيعرفوا إن المعلم سيد اتغير خالص وبقى طيب جدا، وبيكون مصدوم المعلم حوت من اللي حصل له ده، وبيفكر إن ممكن حصل معاه كده بعد ما ضربه وأغمى عليه. وفي نفس الوقت بيكون سيد قاعد مع خاله وبيكون مصدوم جدا من اللي حصل لسيد، وبنشوف أمه وأخته ورجالته ومعاهم رانيا بتحاول توصل لحاجة تعرفها إيه اللي حصل لسيد، وبتكتشف إن اللي حصل له ده كان بسبب الضربة اللي حصلت له، وبتعرفهم رانيا إن ممكن تعمل حاجة تعرفهم إن المعلم سيد لسه زي ما هو سيد رهبة ولا لأ، وبتكون خطتها إنهم يمثلوا فيديو وهو بيتخانق معاهم، وبتنجح إنها تصور الفيديو. بعدها بنروح لسيد وأخته شيرين اللي بتكون عملت له أكتر من كوباية سحلب، ولما بيطلب تاني بتعرف إن كده كفاية ولازم ينام. في نفس الوقت وبنشوف رانيا بتوصل بيتها وبيكون أبوها قلقان عليها جدا، وبيعرفها إن ما ينفعش تتأخر تاني. وتاني يوم الصبح بنشوف شيرين وسيد وهم ماشيين، وبتعرف من سيد إنه فاكر كل حاجة بس مش عارف إيه اللي حصل له وليه بقى طيب أوي كده، وبتعرفوا شيرين إنه لازم يرجع زي الأول، ولكنهم بيقابلوا مفيدة صاحبة شيرين وبتكون مصدومة إن سيد حلق شنبه، وبتعرفها شيرين إنه حصلت خناقة وبعدها سيد اتغير خالص، وبتطلب منها إنها تساعدها عشان يرجعوا سيد زي الأول، وبتوافق مفيدة إنها تساعدهم. في نفس الوقت بنشوف المعلم حوت إن رجالته وهم بيتفرجوا على فن الاتيكيت، وبنعرف إنهم بيخططوا لقتل سيد رهبة، ومعاهم كمان وصل أمانة اللي هيحبس بيه خاله. في نفس الوقت بنشوف رانيا وهي بتقدم الفيديو اللي مثلوه مع سيد رهبة، وبتديه لباهر مدير القناة، ولكن بيرفض فكرة الفيديو وبيعرفها إنه عايز حاجة أحسن من كده واللي مش هيعينها عنده في القناة. بالليل بنشوف شيرين ورجالة سيد وخاله وهم رايحين لمفيدة اللي قررت تساعدهم، ولما بيوصلوا بيكونوا مصدومين من مفيدة قررت تضحك عليه وتخليه يتجوزها، ولكن بيطلبوا من سيد يطلقها، ولكن بيعرفهم إن العصمة في إيد مفيدة، بيطلبوا منها تطلق، ولكن بتعرفهم إن سيد كاتب لها 300,000 مؤخر، ولو حابين يطلقوا لازم يدفعوا الفلوس الأول، ولكن بيهددها عشري إنه هيقتلها، وبتوافق إنها تطلق سيد. في نفس الوقت بنشوف أبو تامر وهو بيكلم مشاعر أم سيد وبيطلب منها إنهم يخرجوا في أي مكان، وبتوافق إنها تخرج معاه، وبيتخيلوا إنهم خلاص اتجوزوا وبيرقصوا مع بعض، ولكن بتفوق مشاعر وهي حاضنة بنتها شيرين وبتقول لها أنت مش مظبوطة يا ماما، ولكن بتعرفها إنها بتفك جسمها مش أكتر. وبتعرف شيرين إن رجالة المنطقة عايزين يقابلوا المعلم سيد بكرة، وبتكون خايفة لحسن يعرفوا موضوع سيد، ولكن شيرين بتعرفوا إنهم عملوا خطة كده وبتتمنى إنها تنجح. تاني يوم الصبح بنشوف المعلمين وهم متجمعين عشان يقابلوا المعلم سيد، وبيقعد معاهم وبتنجح خطة شيرين في إن المعلم سيد لسه زي ما هو، وبيخاف المعلمين من اللي حصل له وبيهربوا. في نفس الوقت بنشوف أبو تامر وأم سيد وهم خارجين مع بعض، وبتعرفوا إن المكان ده هادي جدا وجميل، وبتسأله أنت جايبنا هنا ليه؟ وبيعرفها إنه نيته مش وحشة، وبتزعل أم سيد من كده، وبتعرفوا إنه لازم يتقدم لها، وبيكون خايف من سيد، ولكن أم سيد بتعرفوا إنه هيوافق على طول. بعدها بتروح رانيا لسيد البيت وبتعرفوا إن مستر باهر رفض الفيديو، وبيكونوا مبسوطين جدا إن الفيديو ما اتذاعش، وبتعرفهم رانيا إن عندها فكرة ترجع سيد زي الأول، وبتقول لها إن ممكن نضربه تاني على أمل إن ترجع له الذاكرة، وبتعجبهم الفكرة وبيقرروا إن ينفذوها، وبالفعل بيضربوا سيد بالجزم ولكن مش بيرجع زي الأول، وبيكونوا مصدومين من اللي حصل. وبنشوف رانيا وهي بتعيط وبيسألها سيد
فبتعرفه إنه كان نفسها تبقى مذيعة شاطرة ولكن هو خلاص تاب. فبيعرفها سيد إنه مبسوط قوي إن بقى كده. وبالليل بنشوف أبو تامر وهو جاي يطلب إيد أم سيد، وبيكون سيد موافق إنهم يتخطبوا. وتاني يوم الصبح بنشوف سيد ورانيا وهي بتعرفه إن مدير القناة شايفها فاشلة لأنه هتخسرهم 3 مليون دولار، وده بسبب إنها فشلت إنها تصور التقرير. ولكن سيد بيعرض عليها إنه يساعدها تكون ناجحة في شغلها. ولكن بيجي تليفون لرانيا بتعرف إن أبوها تعبان، وبيطلع معاها سيد عشان يوصل أبوها المستشفى. ولكن بتفشل رانيا إن تدخل أبوها لأنها محتاجة فلوس كتير. فبيقرر سيد يساعدها، وبيضرب الأمن وبيهدد في المستشفى إن الراجل لو ما دخلش هيقتل اللي في المستشفى كلهم. وبينجح إنه يدخل أبوها المستشفى. ولكن سمية بتستغل الموقف وبتعرف مستر باهر إنهم قدروا يصوروا سيد من خلال كاميرات المستشفى، وهو بيتهجم عليهم. وبيعرفها إن لازم تجيب كل حاجة اتسجلت عشان يذيعوها. في نفس الوقت بنشوف المعلم حوت وهو بيعمل مساج، وبنعرف إن النهاردة هيتخانق مع سيد. في نفس الوقت برضه بنشوف باهر وهو مبسوط جدا بالفيديو اللي اتصور. ولكن بتعرف رانيا وبترفض إن الفيديو يتذاع لأن كان بيساعدها هي، وبتقدر تاخد الهارد وتدمره. وبينفعل عليها مستر باهر وكان هيضربها، ولكن بيتدخل المعلم سيد رهبة في نفس الوقت وبيقدر ينقذها. وبتسأله رانيا عرف ازاي، فبيعرفها ان سناء هو اللي قاله، وبيقدر ياخد رانيا ويمشي. وبنشوف رجالة سيد وامه واخته وهم مربوطين، واللي بيكون خطفهم المعلم حوت. وبنروح العصفورة وهو بيعرف سيد ان الحوت خطف عيلته ورجالته، وان لو ما جاش هيخلص عليهم. فبيقرر يروح لهم، وبتروح مع رانيا وبيقدر يفكهم. ولكن قبل ما يمشوا بيوصل المعلم حوت وبيتخانق مع رجالة سيد وأهله. ولكن سيد بيكون بيهوش بس من غير ما يضرب حد. وبينجح رجالة المعلم سيد وأهله إنهم يسيطروا على رجالة الحوت. والمعلم حوت بيعرف سيد إنه هيفضل مستنيه يرجع زي الأول عشان يعرف ياخد حقه. وبتنتهي قصتنا بجواز أم سيد من أبو تامر وشيرين من حبيبها المجهول. وبنشوف سيد وهو واقف مع مفيدة وبتطلب منه إنه يرجع لها، ولكن بيعرفها إنه بيحب رانيا وبتقلع الجزمة عشان تضربه. ولكن بتيجي في رانيا وبتتحول رانيا لشخصية المعلمة رانيا رهبة. ولحد هنا بتخلص حكايتنا. لو وصلت للنهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد.